حبايبي واصحابي اللي مشرفيني، دي مش شطاره عاديه، دي شطاره بنت زهران. عملت النهارده البقسماط واول مره اعمله وطلع يا سلام، ناجح ناجح جدا. بصوا عامل ازاي، مستنيه رايكم في كومنتاتكم. ويلا نبدا في الطريقه. معايا هنا نص كيلو من الدقيق. ايه ده؟ وهجيب كيس خميره، هاخد منه معلقه ممسوحه من المعلقه الصغيره، انا بشتغل بالمعلقه الصغيره ديت زي ما انتم شايفين كده. وهجيب السكر، هاخد 4 معالق من السكر. وهجيب رشة الملح هحطها على الدقيق. وطبعا هنحط ميه دافيه على الخميره واخمرها واشوفها هي سليمه ولا لا. ما دام هتعمل معانا فقاقيع نشتغل على طول بالخميره. حطيت هنا الدقيق وهنزل بمعلقه سمنه وتلت كوبايه زيت. تمام. خلاص انا شفت الخميره كده لقيتها مظبوطه وسليمه. هنزل بقى بيها واحط كل السكر والخميره اللي في الكوبايه، مش هسيب فيها حاجه. واروح نازله قافله العجانه وهنزل بقى ميه بالميه، واحده 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 واحده. اللي ما عندوش عجانه هيشتغل طبعا بايده، احنا طول عمرنا من غير عجان. واللي وصل معايا لحد هنا يدعمني ويحط لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويدعمني. انت بتنزلي واحده واحده بالميه، بتنزلي الجناب عشان تبقى العجينه واحده يعني عجينه واحده. هتطلع معاكي والله ملبل ملبل كده، يعني انا بمسكها وانا ماسكاها كنت فرحانه بيها. زي ما انتم شايفين كده الجوانب بتاعتها بتتلم، يبقى انت كده العجينه بتاعتك خلاص كده مظبوطه. بصوا، بتروحي بقى حطاها في طبق ومغطياها عشان ما تعملش قشره، وتشتغلي طبعا على طول، ما بتستنيش لما تخمر. انت مجرد ما تخلصي الصاج، مجرد ما هتدخليها الفرن. معايا هنا جايبه بصوا شايفين دول ب 15 جنيه من العطار، سمسم وسمسم ابيض. هو هحط معلقه زيت وهقلبهم فيها. ليه؟ عشان واحنا بنعمل البقسماط بيبقى السمسم لازق في بعضه كده فبياخد في العجينه. تمام. وبتدوري البقسماط داير ما يدور كده عشان انت بتاخدي كل البقسماطايه سمسم. وبعد ما بتخلصي الصاج بتاعك كله بتروحي مبططه عليها بالراحه كده في الصاج. ليه؟ عشان بتثبتوا السمسم في البقسماط. التسويه بقى، تعالي على التسويه. اول 10 دقايق وانت شغاله كده مع بال ما تخلصي الصاج بتاعك، بتروحي مشغله الفرن بتاعك على نار عاليه، والرف اللي في النص بتحطي الصاج في الرف اللي في النص. وبقى وانت مدخله الصاج بتاعك بتروحي موطيه النار شمعه. ليه بقى؟ عشان خاطر العجينه بتاعتك تستوي من جوه كلها على بعضها كده، ومش ما تحتاجيش تفتحي نار من فوق من الشوايه. هو النار الشمعه بيسوي من تحت ومن فوق. بص الخطوه دي انا حبيت اوريها لك. انا كان خلاص فاضل معايا السمسم البسيط ده، فرحت مفرداه كده بالمعلقه وتكملي العجينه بتاعتك عشان ما تقلقيش يعني ان السمسم هيخلص منك. وبص زي ما انتم شايفين النتيجه مفرحه جدا، واول مره اعمله طلع ناجح. ما تخافيش واعملي الخطوات ديت ونفس الوصفه ونفس الطريقه هيطلع منك مظبوط. واشتركوا بقى في قناتي وادعموني.